هزيمة صن داونز بالخماسية كانت الحمد لله كانت ليها فعل كبير على كولر انه يغير تفكيره من لا مش كل المطوشة لازم العب مفتوح ولازم العب ان انا ابني لعب. لا، المطوشة ما بتمشيش كده. فالحمد لله هزيمة صن داونز دي كانت من الاسباب ان كولر غير تفكيره. كولر دلوقتي بقت القصة دلوقتي لا انا بلعب في فرق بتلعب بتلعب كورة عرضية والكلام ده كله. لا خلاص قفل، العب منعم والعب بياسر ابراهيم عشان الكوره العرضيه. انا عايز ابني لعب فبلعب بعبد المنعم وبلعب بمحمود متولي. دماغه اتغيرت وفهم افريقيا الحمد لله بسرعه، ما احتاجش وقت انه لسه هيفهم افريقيا ويشوف الدنيا ماشيه ازاي. فالحمد لله. الناس تقعد تقول لك صن داونز ماشي، صن داونز يا باشا تمام، ويقعد يعايرك بالهزيمه تيجي صن داونز، بس الحمد لله كانت فضل